تتخيل معايا ان احنا في مصر القديمة زمان، بس مش زمان قوي، سنة 1479 النيل بيجري والناس بتزرع وطالع عينيهم في بناء الأهرامات. ففجأة حتشبسوت طلعت قالت لهم هولد ماي كحل، انا اللي هحكم مصر. بالرغم من انها كانت البوس ليدي بتاعت زمانها، حاجة كده شبه رضوى الشربيني يعني. ولكن مرة واحدة حتشبسوت حسيت بشوية تعب، قالت ايه ده؟ نادولي على كبير الأطباء. بعد ما جالها كبير الأطباء وعمل لها حبة الفحوصات اللازمة على قد طبعا في الوقت دوت، تم تشخيص حالتها على إنها عندها إرهاق وتعب شديد. الولية كانت زي ما تقول كده مقطعة نفسها يا عيني علشان تثبت للمصريين إنها قد الفراعنة الرجالة. بس للأسف ما كانش فيه وثيقة تشخص مرض الأنيميا بصورة دقيقة لحد القرن 19. الدكتور الإنجليزي جيمس بيرتشر قال في أبحاث ليه عملها إن الأنيميا هي نقص هيموجلوبين الدم اللي بينقل الأكسجين من الرئة لجميع خلايا الجسم. وبعديها بفترة لحد القرن العشرين شلة من العلماء كده اتجمعوا وقالوا إن الأنيميا هي نقص الفيتامينز أو الحديد اللي بيكون خلايا الدم، سواء كانت حمراء أو بيضاء أو خلايا بلازمية. والانيميا هي نقص هيموجلوبين الدم اللي بوظيفته بيوصل الاكسجين من الرئه لجميع خلايا الجسم. هنتخيل ان تكوين كرات الدم الحمراء اللي بتحمل الهيموجلوبين اللي بيوصل الاكسجين لخلايا الجسم بالطبخه. انت عشان تعمل شكشوك هتحتاج بيض، بصل، صلصه، زيت، ملح، طاسه. انت لو ما عندكش اي حاجه من الحاجات دي مش هتعرف تعمل شكشوك. النوع الاول من الانيميا وهو انيميا البناء، والنوع دوت من الانيميا بيتمثل فيه ان انت عندك البيض والصلصه والبصل والزيت والملح وكل حاجه، بس ما عندكش الطاسه. هل هتعمل شكشوكه؟ مش هتعرف تعمل شكشوكه. النوع دوت بيبقى عباره ان انت عندك خلل في النخاع اللي هو بيكون خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، وده غالبا بيتم تشخيصه بعد ما ناخد قطعه من نخاع العظام ونحللها او ناخد عينه من الدم ونشوف نسبه المعادن فيه. تاني نوع عندنا هو انيميا النقص. يعني مثلا احنا عندنا الصلصه والبصل والحله بس ما عندناش بيض، هنعمل شكشوكه؟ لا. فبالتالي هو في عناصر مهمه اساسيه ضروريه لتكوين خليه دم حمراء سليمه، العناصر دي ما بتبقاش موجوده. اهم هذه العناصر هو الحديد، وهو المسؤول عن تكوين هيموجلوبين الدم والمسؤول برضو عن نقل الاكسجين من الرئه لجميع خلايا الدم، او ال CO2 من خلايا الدم للرئه. وعشان ناخد الحديد من الاكل لازما حمض يفصل الحديد عن الاكل. الحمض دوت هو الهيدروليك اسيد. الحديد بيبقى مرتبط بالاكل، بيحتاج حمض عشان يحرره، والحمض ده هو الهيدروليك اسيد. الهيدروليك اسيد بيتفرز في المعده. الاسباب اللي بتخلي الحديد ما ينفصلش عن الاكل عشان الجسم يستخدمه: اول حاجه الحمض ما بيقدرش يعمل شغله لو انت كلت كتير. فانت لو كلت كتير الحمض مش هيعرف يشتغل مع الكميه دي من الاكل ولا الكميه دي من الاكل، فبالتالي هيعمل دوت هضم جزئي، ده هضم جزئي مش هيهضم حاجه. مفيش حديد هيطلع من الاكل بكميه كافيه للجسم. او انك تشرب ميه كتير مع الاكل. فالميه عارفين ان هي قلويه، البي اتش بتاعها 7، والمعده عارفين ان هي هيدروليك اسيد، فالبي اتش بتاعها اقل من ال7 واكبر من الواحد شويه. فبالتالي الميه كتير بتزود البي اتش، فبالتالي الحمض ما بيعرفش يشتغل، الحمض ما بيعرفش ياخد الحديد من الاكل. او انك تاكل كل ساعتين، وده ما ينفعش طبعا. انت لو كلت كل ساعتين هتستنزف الحمض. فاول مره المعده تفرز لك حمض، تاني مره اقل، تالت مره اقل، رابع مره ممكن ما تفرز. فالاكل زي ما دخل زي ما خرج. في اسباب تانية زي الفشل الكلوي او امراض الكبد، ودي طبعا اسباب بتحتاج تدخل جراحي او عمليات او ادويه. ولكن في سبب اغرب، هي انك تناقش مواضيع تضايقك على الاكل وما تخليكش تعرف تهضم. فلما تشوفني باكل وساكت يمكن مبسوط ويمكن بائس، بس ممكن كلمتك اللي تقولها لي دي هي اللي تبني كرة التلج اللي تدمر كل حاجة في الآخر. النوع التالي وهو أنيميا الفقر. في الحالة دي أنت بيبقى عندك البيض والصلصة والبصل والملح والطاسة وكرات الدم جت وحضرت وفيها حديد كفاية وبيوصل للدم وبيشيل أكسجين والدنيا تمام، ولكن فقط عملت الشكشوكة رميتها من الشباك. ده بيحصل بسبب انت مثلا تعرضت لحادث لا قدر الله، او للسيدات في دورة الطمس. النوع دوت خطير وبرضه بسيط في نفس الوقت. ان هو بسيط، ممكن لو اتعورت تعويرة نزفت مثلا بتاع 10 دقايق ولا حاجة، الدكاترة بيلحموا لك الجرح وبعد كده بتتعوض بعصاير وحاجات فريش. ولكن هو ليه خطير؟ لان لو حصل حادث ومحدش لحق النزيف وقعدت تنزف فوق النص ساعة او وصلت لساعة، فبالتالي مفيش دم كفاية واصل للمخ عشان يشتغل، فالمخ هيقف. النوع الرابع والاخير وهو انيميا التكسير. النوع دوت من انيميا شبه اللي قبله شويه. انت عندك النخاع شغال، عندك كرات الدم الحمراء موجوده تمام، فيها العناصر وفيها الفيتامينز بتاعتها، ولكن
في نقص في انزيم الجي 6 بي دي. الانزيم دوت وظيفته ان هو يحافظ على كرات الدم الحمراء من انها تتحلل، فبالتالي لو نقص اي اعراض للتعب او اي اعراض للاجهاد بتخلي كرات الدم تتحلل، فبالتالي دوت بيخلي كرات الدم الحمراء تقل بنسبة كبيرة جدا. تاني سبب هو ان الواحد ممكن يبقى عنده ضعف وراثي، فدوت بيخلي ان كرات الدم الحمراء تتولد او تتكون في نخاع العظام تبقى ضعيفة. وبكده ممكن نقول ان احنا خلصنا. بس واذكر في الكتاب موسى. اي والله اي والله. انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ففكك انت من الكلام دوت وكل اكل صحي. تعالى كل بسم الله.